موضوع غريب. انا لما عملت العمليه قبل ما تسوي عمليه زراعه الرئه بيعملوا لك فحص لكل شيء في جسمك. نعم. مش لازم تدخل غرفه العمليات وعندك شيء في سنك، بهالدرجه دقيقه العمليه. صحيح. فسووا لي قسطره من هون ومن هون ومن هون ومن هون 4، وفصلوا عشان يشوفوا التحمل، القلب بيتحمل ولا بيتحمل. هو بيتحمل. في الساعه الثالثه و5 دقائق من العمليه راح القلب، وقف. فجابوا فريق عمل لي قلب مفتوح. فقالوا لي انه كانت المده الزمنيه اللي غبت فيها المتت فيها 3 دقائق و20 ثانيه. ففي عندهم قسم في المستشفى اسمه الكوما. فاجوا يسالوني ثاني يوم شو شفت، وارجوك احنا في ناس بتروح صحيح شهر، في ناس بتروح 5 دقائق، في ناس 10 دقائق. انا عامل حلقات عن هالموضوع. بدنا تجربتك. قلت لهم بديش احكي لكم. قالوا لي ليش؟ قالوا لي ليش؟ يعني احنا ما نحكيش مع انسان عادي، انت بروفيسور وكذا وهذا ريسيرش. قلت لهم لاني بروفيسور وكذا بديش انا الاقي اسمي مكتوب يوم من الايام اني حاكي شغلات الناس تفكرني بهلوس. بس بدي اقول لك شغله توني. شو شفت؟ بقدر اقول لك الاتي. انا انسان عادي زي ما قلت لك في البدايه، بجوز كان عندي فكر مرات فيه ولا ما فيش بعد الموت شغلات زي هيك. بدي اقول لك في بعد الموت، في بعد الموت. يعني لكل انسان بيسمعني في بعد الموت. بقدرش احكي لك كل شيء شفته. لا مش كل اللي شفته. بقول لك ليه؟ لاني انا من خلال الحلقات اللي انا عملتها بروفيسور كنت اوصل على هيدي النقطه لعدد من الاشخاص يقولوا اني في شيء ما بقدر اقوله. ليه؟ قالوا لي ما اقول. هيك صار معي. طيب مين اللي قال لك؟ بقدرش احكي لك، بس بقدر احكي لك شو شفت. اسمع هذه شغلات فيش فيها لعب. يعني انا لما بقول لك في اشي بعد الموت وانا ببتسم، تعرف يعني وانا داخل غرفه العمليات اطلعت على وجه نعمه معليه، عينيها طالعين برا، بالفعل طالعين برا. يعني ما حدا كان متامل اني اطلع من غرفه العمليات. فلما نظفوني للعمليه النيرسز قلت لواحده منهم نادي لي زوجتي اسمها نعمه، نادي لي اياها. وهم بسووا في قلت لها نعمه شوفي احنا صرنا متجوزين 30 سنه وما حدا بيعرفني زيك، يعني بتعرفي كل خصالي، طيبتي كذا شو ما كان بتعرفيها. فلذلك واحد زي قابل وجه ربه اليوم لازم يكون سعيد. بس هيك عندي شعور للاسف راح ارجع وادفنك. فلما شفتها ضحكت قلت لهم جروا على العمليه. لما رحت ال3 دقائق وال20 ثانيه ما بدي اقول لك اني خرجت من جسمي لانه ما في جسم. انا صائب بس في جسم، يعني ماشي بسرعه الريح بس مش في سماء، مش في شيء بعرفش، يعني شيء هيك مفتوح، فراغ هائل جدا، ومعه بتمشي فيه بسرعه. يعني مش انت فيش جسم، فيش بس انت في مناظر ولا اي منظر، يعني طبيعه، خضار ولا صفار ولا شيء بالمنصف. بس انما ماشي مش تنل، فيش تنل نفق. بس ممكن يكون تنل انا مش شايف ابعاده، ممكن يكون في شيء. بس بعد شويه اللي بقدر احكي لك اياه شفت وجوه معينه لناس بعرفش اسميها، كنت انا مساعدها واشروا علي وفجاه لفيت. شيء لفني. في حدا قال لك ارجع؟ بديش احكي، لا بس هيدي الجمله ارجوك. يعني اللي بقدر احكيه حكيت. يعني انا بس عم بسال نقاط معينه لانه مرقت معي قبل انه كله بيقول لي وصلنا لمرحله بيقولوا لنا ارجعوا. انت بعد ما صار وقتك ارجع. ما حدا. شوف انا اللي بقدر احكي لك حكيت لك. شفت جسمك؟ لا. شفت طلعت من جسمك انه صار جسمك تحتك؟ لما صحيت، يعني لما كنت برا في المكان اللي بعرف شو هو ما كان في معي جسم. انت ما كان معك جسم بس لما قبل. بس انا بعرف حالي، يعني انا عمالي بمين كنت عم تفكر بهاللحظه؟ ولا بفكر في شيء. فكرت شيء مثلا بعائلتك، باولادك، بزوجتك، ولا خلص صرت غير مطرح؟ فيش. لا لا الشيء اللي شايفه انت لا بخليك تفكر في ولا اب ولا عم ولا وظيفه ولا دوله ولا رئيس ولا ملك انت بتفكر بشغله واحده: وين انا رايح؟ وين انا؟ لانه شيء مش مألوف عليك
وبتكون في حاله خوف شديد جدا. كنت بحاله خوف شديد جدا مش بسيط، لانك انت بتخاف من شيء بتعرفوش، وانت ايقنت ساعتها انه هالشكوك اللي كانت تصيبك انه فيه ولا ما فيش، انه لا فيه، طلع انه فيه. شايف؟ وفكرك ولا عندك اي فكر في شيء اسمه من الحياه اللي انت جاي منها؟ ابدا.